ازيكم؟ هعمل معاكم النهارده بسكوت اقتصادي وسهل وسريع وناجح من اول مره. هقولك على كل التريكات اللي تطلع معاكي البسكوت مظبوط جدا. لو انت حابه تعملي بسكوت بسمنه، لو مش عندك زبده، او عايزه تعملي بسكوت اقتصادي، يبقى لازم تشوفي الطريقه دي لانها حلوه جدا، بتطلع معاكي البسكوت ريحته حلوه قوي، وكمان مقرمش جدا ومحتفظ بالنقشه بتاعته. ولو جربتيه مش هتفرقيه عن البسكوت اللي بزبده خالص، لان الطريقه دي حلوه جدا. وزي ما انت شايفه كده محتفظ بالنقشه بتاعته، وكمان هكسر لك واحده كده عشان تشوفي ان هو بيتكسر بكل سهوله، وكمان هشه قوي من جوه. تابعي معايا الفيديو للنهايه عشان تشوفي الطريقه مظبوط وتعرفي تطلعيه مظبوط جدا. وكل المكونات اللي انا هقولك عليها في قلب الفيديو ده هسيبها لك ان شاء الله في اول تعليق مثبت. ويلا بينا بقى ندخل في الطريقه على طول. اول حاجة عندي كوباية من السمنة تكون ساقعة، يعني انا جايباها من التلاجة، ما تكونش بدرجة حرارة المطبخ ولا تكون مجمدة. والسمنة اللي انا استخدمتها هنا كانت كريستال البيضة. ممكن تستخدمي جنة او اي نوع سمنة معلب عندك استخدميه. المهم ان نفس الكوباية دي اللي انا هستخدمها في كل المقدار بتاعي. بعد كده حطيت كوباية من السكر البودرة، انا طحناه عندي في المطحنه بتاعه الخلاط. فلو عندك سكر بودره مركون لازم تنخلي الكميه اللي انتي هتحطيها على السمنه عشان نتاكد بس ان هو مش مكلكع كده. المهم بمضرب كهرباء عندي وابتدي اضرب المكونات دي كويس جدا، وممكن بالمضرب السلك العادي بس هتاخد معاكي شويه وقت. المهم ان انا هضرب فيها كويس جدا لحد ما السكر عندي يدوب في قلب السمنه، والخليط بتاعي يفتح زي ما انت شايفة كده ويبقى هش جدا. المهم في المرحلة دي هكون مجهزة عندي بيضتين، اللي هو البيض العادي يكون بدرجة حرارة المطبخ، مش عايزة البيض ساقع. وهبتدي انزل بواحدة واحدة من البيض واضربها كويس جدا لحد ما تختفي. تمام كده، بعد ما البيض اختفى عندي هبتدي انزل بقى بمعلقه صغيره من الفانيليا السايله، ودي مهمه جدا. وانا بفضل الفانيليا السايله عن اي نوع فانيليا تاني، لان ريحتها بتفضل موجوده في الشغل بتاعي حتى بعد ما بخرجه من الفرن. فحطيت معلقه صغيره وما تكتريش عن كده لان كترها بيمرر. حطيت بقى فنجان اللي هو بتاع القهوه ده عصير برتقان، انا كان عندي برتقان فريش فحطيت فنجان كده من عصير البرتقان. او ممكن تدوبي تانج، عصير تانج كده في قلب شويه ميه وتستخدمي منه فنجان، او حتى فنجان من اللبن. المهم ان انا عايزه فنجان واحد من السوائل. نزلت على الخليط بتاعي بالعصير البرتقان بتاعي، وبعدين ضربته كويس جدا لحد ما يبتدي يختفي في الخليط ويرجع فوم تاني زي ما كان. تمام كده، بعد ما خلصت هبتدي الم الخليط بتاعي في قلب الطبق. كده انا خلاص مش محتاجة مضرب الكهرباء تاني، هبتدي اشتغل بقى بالمعلقة وبايدي. قلبت كويس جدا الخليط عندي في قلب الطبق، وبعدين هبتدي انزل بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي مهمة جدا. وما تكتريش لو انت ما بتحبيش البسكوت بتاعك يكون نافش قوي، فنص معلقة كويسة جدا. وهبتدي انزل بمعلقة صغيرة من بودرة عصير التانج، وممكن تستغني عنها، انا حطيتها بس عشان تعزز الطعم وكمان تعزز لي اللون. حطيت رشة صغيرة من الملح، وهبتدي انزل بمعلقتين كبار من النشا. وانا بحط النشا لهدف واحد بس، ان يطلع عندي البسكوت مقرمش. تمام كده، وعشان انا قلتلك ان البسكوت عندي اقتصادي فاستخدمت دقيق من السايب العادي اللي موجود عند العطار. فحطيت عشان كنت اول مرة استخدمه، فنزلت بالدقيق بتاعي تدريجيا. حطيت كده كوباية من الدقيق، نفس الكوباية اللي انا حطيت بيها السمنة في الاول، والسكر البودرة والمقدار بتاعي هي نفس الكوباية اللي انا حطيت بيها الدقيق. وهبتدي انزل بكوباية كوباية كده من الدقيق. هي في المجمل هتاخد معايا 3 كوبايات ونص. وانت لو نزلت بكوبايه كوبايه زي ما انا شغاله كده، لو انت نوع دقيق اول مره تستخدميه فاعملي زي ما انا بعمل كده. لو نوع انت متعوده عليه وموجود عندك اوريدي اشتغلتي بيه قبل كده، هتنزلي بثلاث كوبايات في الاول، وبعد كده تخلي نص كوبايه على جنب، او تنزلي بكميه الدقيق كلها.
هي في المجمل خدت معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، والدقيق يكون منخول، تكوني نخلاه على جنب كده عشان تتاكدي ان ما فيهوش اي حاجه غير مرغوب فيها. طيب تعرفي منين ان العجينه بتاعتك كده مظبوطه؟ هتطلع معاكي العجينه في الاخر ناعمه جدا وطريه قوي، مش بتلزق زي ما انا هوريكي في بعد ما اخلص. دي كانت اخر نص كوبايه انا حطيتها، ابتديت المها بايدي، وبعدين هغسل ايدي كويس جدا، وبعدين انشفها وابتدي بقى اختبر العجينه، باخد حته منها كده، بتلاقي العجينه طريه في ايدك قوي بس مش بتلزق. كده العجينه خلاص جاهزه معايا. هبتدي بقى اجيب المشط بتاعي بتاع او البلبله المشط بتاعه البسكوت، وفي منها احجام، في منها الكبير وفي منها الوسط وفي منها الصغير، على حسب ما انت بتحبي حجم البسكوت بتاعك. هاتي البلبله المشط دي على قد الحجم اللي انت عاوزاه. وجبت عندي الكيس الحلواني اللي هو العادي متوفر في اي حته. هبتدي اخد جزء من العجينه، جزء صغير عشان تعرفي تتحكمي فيها، واجيب الصينيه بتاعتي مش بدهنها اي حاجه، وتبتدي بقى تقطعي البسكوت بتاعك على حسب ما انت عايزه، حجمه كبير صغير او متوسط او حتى اشكال، ممكن ما تعمليش الشكل اللي انا عاملاه ده. المهم ان انا في المرحله دي مشغله الفرن عندي على درجه حراره 200، عايزه الفرن سخن جدا لحد بس ما اخلص باقي تشكيل البسكوت بتاعي. وبشكل البسكوت زي ما انت شايفة كده، بسيب يعني مسافة حوالي 1.5 سنتي بين كل واحدة والتانية، عشان هو لما بيدخل الفرن يعني بيفرش سيكة بسيطة، عشان خاطر طبعا البيض وعشان خاطر البيكنج باودر اللي احنا حطيناه. فحاولي ان انت ما تلزقيهوش في بعض قوي. الكمية اللي عندي دي خدت حوالي 4 صواني كبار. خلصت انا صينيتين صينيتين، وبعدين هبتدي ادخلهم الفرن في الرف اللي في النص. طبعا الفرن كان سخن جدا لما دخلتهم. اول لما دخلت الصواني بتاعتي وطيت درجة الحرارة كأني بسوي كيكة بالظبط، يعني على درجة حرارة 180، او يعني اعلى من الهادية بحاجة بسيطة جدا. وسبت البسكوت بتاعي يستوي، خد حوالي بياخد من ربع ساعة لتلت ساعة على حسب درجة الحرارة بتاعة الفرن بتاعك. بيطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. اول لما يبتدي ياخد لون من تحت ذهبي، بتبتدي تشغلي الشواية بس على الضعيف، عشان ما تلاقيهوش خد لون مرة واحدة. هو ما بياخدش وقت طويل، بياخد حوالي دقيقتين، وبتطلعيه بقى على حسب ما انت عايزة لونه ذهبي زي ما انا مطلعاه كده. ممكن تطلعيه لونه اغمق شوية او افتح شوية على حسب ما انت عاوزة. المهم ان انا خلصت الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة. ولما دخلت الصواني عندي في الفرن، باقي العجينة بتاعتي شلتها في التلاجة عشان الجو كان حر جدا. ولما خرجتها من التلاجة اديت لها تقليبة كده بقلب المعلقة، وبعدين شكلت باقي الصواني ودخلتها الفرن نفس التسوية. وبعدين بتخرجيه بيطلع بالشكل الخطير اللي انت شايفاه دوت، واخد اللون المظبوط. ممكن تخليه غامق عن كده شوية زي ما انت عاوزة، ومحتفظ بالنقشة بتاعته. والاهم من ده كله انه ريحته حلوة جدا وطعمه حلو قوي. وعايزة اقولك على ملحوظة، ان لما بيخرج البسكوت من الفرن ما تقربيلوش الا لما يبرد عشان ما يتفتفتش معاكي. جربوه بالطريقة دي، انا واثقة ان هو باذن الله هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.